ابو الكباتن، انت من شويه قلت ان السعي وراء الكمال هو عرض من اعراض الوسواس القهري. هل ده معناه ان كل واحد بيسعى للكمال هو عنده وسواس؟ معلش صديقي المشاهد، وانا قلت كده امتى؟ صديقي ممكن تحترمني شويه وما تطلعش عليا اشاعات وانا موجود؟ يعني اصبر لما امشي وقول اللي انت عايزه. الحقيقه ان في فرق كبير جدا ما بين ان انت تسعى عشان تحصل نتائج او تقدم اداء صحيح 100% وبين اضطراب الوسواس القهري. مريض الوسواس القهري ما عندوش مجرد مخاوف ان تكون اوضته مش مترتبه او سنانه مش نظيفه بشكل ما، لا، ده بيبقى عنده وساوس ودوافع قهريه بتاثر على كل حياته بالسلب، بتحوله لشخص مجبر ان هو يعمل سلوكيات معينه عشان بس يخفف التوتر، وبمجرد ما بيعملها بيشعر بهدوء لحظي، وبعدين ترجع الافكار الوسواسيه دي تتكرر ويفضل في دوامه ما بتنتهيش. كتير جدا من مرضى الوسواس القهري بيبقى عندهم رغبه ملحه في انهم يعرفوا معلومات معينه. في الحاله دي لو الشخص سمع جزء من معلومه معينه فهو بشكل قهري ما بيقدرش يتجاوزها لحد ما يسمعها كلها، بل ويبقى عنده رغبه ملحه في ان هو يفتكر معلومات حرفيا ملهاش لازمه، حرفيا علم لا ينتفع به.